بعد نكسة 67 قررت القيادة السياسية تعيين اللواء محمد حسني مبارك رئيس للجنة التحقيق العسكرية، واللي هتحقق في فضيحة قاعدة أنشاص الجوية، واللي كانت عمل فيها حفلة بحضور بعض الفنانات وأغلب الطيارين المصريين، وفضلوا سهرانين لحد الصبح، وعشان كده ما كانوش جاهزين لما حصل الهجوم الإسرائيلي. ومع بداية عمل لجنة التحقيق كان اللواء محمد حسني مبارك وفريق التحقيق اللي معاه بيستقبلوا الطيارين والفنانات اللي كانوا حاضرين الحفلة وبيحققوا معاهم. ومع بداية التحقيقات ما كانش فيه أي حاجة ملفتة للنظر، لغاية ما قعدت واحدة من الفنانات قدام اللواء حسني مبارك عشان يحقق معاها. ولما سألها اللواء حسني مبارك ايه اللي حصل في الحفلة يا فنانة، ردت وقالت مفيش أي حاجة حصلت، حفلة زي أي حفلة، ايه المشكلة يعني؟ لكن لو عايز تعرف سبب النكسة الحقيقي أنا هقولك، اسأل قائد قاعدة بني سويف الجوية. وساعتها كان السؤال المنطقي من اللواء حسني مبارك أسأله عن ايه يا فنانة، فارتبكت وحست انها اتسرعت انها ذكرت قائد قاعدة عسكرية معينة. ولما حس اللواء حسني مبارك بارتباكها طمنها وقال لها قولي كل اللي انت عايزاه وما تخافيش من حاجة. فردت وقالت ان سبب النكسة الحقيقي قيادات الدولة والجيش، ومنهم قائد قاعدة بني سويف الجوية، واللي كان سايب القاعدة ليلة النكسة وبايت في شقة مفروشة. ولما صح على صوت الانفجارات خاف وطلع يجري عريان في الشارع لغاية ما الناس اتلمت عليه وجات الشرطة العسكرية أخدته. ولما سألها اللواء مبارك انت شفت الكلام ده بعينك؟ قالت له لا ما شفتش، لكن كل أهالي بني سويف شافوه وبيتكلموا عن اللي حصل. ولما اللواء مبارك قال لها ان سجلات الطيران بتقول ان قائد قاعدة بني سويف الجوية وتحديدا يوم 5 يونيو صباحا اللي هو يوم النكسة كان طاير هو و5 طيارين تانيين في طلعة تدريبية على طيارات قاذفة، وان الضربة الجوية الإسرائيلية حصلت بعد طيرانهم ب5 دقايق، لدرجة انهم ما يقدروش يرجعوا للمطار تاني لان ممرات الطيارات اللي في المطار اتضربت، واضطروا ساعتها انهم ينزلوا في مطار الأقصر. واول ما وصلوا على مطار الأقصر اتضرب المطار واتضربت الطيارات بتاعتهم وهي على الارض. واول ما اللواء مبارك خلص كلامه ضحكت الفنانة وقالت انت بتصدق الكلام ده السجلات سجلاتنا والورق ورقنا، نعمل اللي احنا عايزينه. فضحك اللواء حسني مبارك وقال لها ايه رأيك يا فنانة ان انا قائد قاعدة بني سويف الجوية، وده كان جزء من حرب الشائعات اللي كانت بتعملها اسرائيل على الشعب المصري. وبيكمل اللواء حسني مبارك في مذكراته وبيقول يوم 5 يونيو الساعة 9:15 صباحا طرت انا و5 طيارين في طلعة تدريبية بالقاذفات التقيلة، وبعد طيراننا ب5 دقايق لقينا زمايلنا على اللاسلكي بيقولوا ان المطار اتضرب. قاعدة بني سويف الجوية اللي لسه طايرين منها من 5 دقايق بس بتتضرب من الطيران الإسرائيلي. وبيكمل اللواء حسني مبارك وبيقول ان بداية الضربة الجوية الإسرائيلية كانت قبل ضرب قاعدة بني سويف الجوية ب35 دقيقة، ولو كان مركز العمليات بلغنا ببداية الضربة الجوية الإسرائيلية كنا بدل ما هنطلع طلعة تدريبية وب5 طيارات بس كنت هطلع كل الطيارات اللي موجودة في القاعدة الجوية واشتبك مع العدو، او على الاقل انقل الطيارات كلها لمكان امن وبعيد عن الضربات الجوية الاسرائيلية. ولو كل المطارات اتبلغت ساعة بداية الهجوم الاسرائيلي كان كل المطارات طلعت الطيارات اللي موجودة فيها واشتبكت مع العدو، وعلى اقل تقدير كانت هتقدر الطيارات المصرية انها تمتص الضربة الجوية الاسرائيلية وبعدها يتم تنظيم ضربة جوية مضادة من الطيران المصري، واللي كان اكيد هيغير من نتيجة المعركة، وخصوصا ان القوات البرية كانت موجودة بالفعل في سيناء وكانت في وضع استعداد للهجوم. يعني لو كان الطيران المصري قدر يمتص الضربة الجوية الاسرائيلية كان هيقدر يقوم بضربة جوية مضادة وتقدر تتحرك القوات البرية تحت غطاء الطيران المصري وتقوم بالهجوم على الجيش الإسرائيلي اللي موجود على الحدود. وساعتها كنا هننقل المعركة لداخل الحدود الإسرائيلية، لكن طبعا كل ده ما حصلش ومفيش أي حد بلغ المطارات بالضربة الجوية الإسرائيلية، لدرجة إن الطيارين في القواعد العسكرية ما عرفوش إن الحرب قامت غير لما الطيارات بتاعتهم اتضربت جوه المطار وهم قاعدين. وعشان كده استنتج اللواء مبارك ان مطارات سيناء والدلتا والقاهرة اتضربت الاول، واللي لسه ما اتضربش فهيكون هي مطارات الجنوب، وعشان كده نزل في مطار قاعدة الأقصر الجوية
عشان يتزود بالوقود والذخيره ويطلع تاني هو والخمس طيارين اللي معاه عشان يواجهوا الطيران الاسرائيلي. لكن بعد هبوطهم في قاعده الاقصر بدقايق يسمع اللواء حسني مبارك والطيارين اللي معاه صوت انفجارات في قاعده الاقصر الجويه. قاعده الاقصر اتضربت بطياراته هو والطيارين اللي معاه. وهنا لازم اوضح لك ازاي المخابرات الحربيه الاسرائيليه قدرت تحدد خرائط المطارات المصريه بالدقه اللي مكنتها من انها تشل حركه سلاح الجو المصري. وبيقول اللواء حسني مبارك ان هي دي نفس المطارات اللي كان بيستخدمها سلاح الجو البريطاني قبل جلاء القوات البريطانيه عن مصر سنه 1954، وهي نفسها المطارات اللي ضربها الطيران البريطاني في العدوان الثلاثي سنة 56. لك أن تتخيل أن طيار بيضرب المطار اللي كان كل يوم بيطير منه. طبعا أنت بتسأل نفسك إيه علاقة سلاح الجو البريطاني بنكسة 67؟ هيجاوبك اللواء حسني مبارك في مذكراته وهيقول أن عدوان 56 اشترك سلاح الجو الإسرائيلي مع سلاح الجو البريطاني والفرنسي في الهجوم على مصر، وبالتالي الطيارين الإسرائيليين عملوا تدريب عملي على ضرب المطارات المصرية. والأخطر من كده إن ما بين الطيارين اللي خدموا في المطارات المصرية وقت الاحتلال البريطاني ضابط طيار اسمه عزرا وايزمان، واللي كان إسرائيلي مش بريطاني، وتولى منصب سلاح الجو الإسرائيلي من سنة 56 لسنة 66، وهو اللي كان واضع خطة الضربة الجوية الإسرائيلية على مصر واللي كان اسمها طوق الحمام. ولما ساب وايزمان سلاح الجو الإسرائيلي مسك رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي. وعشان تكون فاهم كويس مدى تأثير الراجل ده وقوته، الراجل ده خدم في المطارات المصرية وقت الاحتلال البريطاني، يعني حافظ المطارات المصرية شبر شبر. ولما ساب مصر وقت الجلاء البريطاني عن مصر أخد معاه كل الخرائط اللي بتخص المطارات المصرية وسلاح الجو المصري ومنشآته، وراح بيهم على إسرائيل ومسك قائد سلاح الجو الإسرائيلي ومعاه كل الخرائط دي. عشان كده بكل سهولة قدر يخطط للضربة الجوية الإسرائيلية على المطارات المصرية ويشل حركتها، وده بحكم خبرته وخدمته في مصر. فكان عارف المسارات اللي ما فيهاش تركيز لرادارات الدفاع الجوي المصري. وبيقول اللواء حسني مبارك ان الأخطاء اللي بيقع فيها القادة المصريين انهم كانوا بيقارنوا تجهيز وتسليح الجيش المصري والإسرائيلي بالعدد مش بالقوة، وبما ان عندنا طيارات اكتر وسلاح اكتر وجنود اكتر منهم يبقى احنا اقوى منهم. وده وفقا لرؤية اللواء مبارك كلام غلط، لانك لما تقارن السلاح وعلى سبيل المثال الطيارات لازم تسأل نفسك سؤال: هي قدرة الطيارات دي ومدى طيرانها وتسليحها واحد ولا في تفوق لصالح الجانب الإسرائيلي؟ وبيكمل اللواء مبارك كلامه وبيقول ان الطيارات الإسرائيلية احدث بكتير من الطيارات المصرية، فما ينفعش اقول ان عندنا طيارات اكتر منهم. وبيقول ان قادة سلاح الجو المصري كانوا عايشين على النظريات القديمة، وهي ان عدوك لو حب يحاربك هيكون مع اول ضوء للنهار او اخر ضوء للنهار. ونسي قيادات الجيش ان الدنيا اتطورت وان الطيارات الحديثة تم تزويدها باجهزة حديثة تساعد الطيارين على الطيران بالليل وتحديد الاهداف واصابتها بدقة عالية. فما كانش الطيار الإسرائيلي اللي معاه طيارة أحدث طراز محتاج إنه يبذل نفس المجهود اللي بيبذله الطيار المصري في التصويب على الأهداف. ووفقا للاعتقاد المصري بإن عدوك هيضربك مع أول ضوء للنهار، طلعت الطيارات المصرية يوم 5 يونيو الصبح عشان تأمن المجال الجوي المصري، وتقوم الطيارات المصرية بتشكيل مظلة حماية وتتأكد إن المجال الجوي المصري خالي من أي طيارات معادية. وفي نفس الوقت وجودها في المجال الجوي المصري هيسمح لها بالاشتباك بسرعة مع العدو في حالة حصول أي هجوم على مصر. وبعد ما طلعت الطيارات المصرية يوم 5 يونيو الصبح وتأكدت إن المجال الجوي المصري خالي من أي طيارات معادية، رجعت الطيارات تاني لقواعدها الجوية. وأول ما نزلت الطيارات المصرية على الأرض ومع نزول آخر طيارة تظهر الطيارات الإسرائيلية وتبدأ في تنفيذ الضربة الجوية الإسرائيلية على المطارات والممرات المصرية. وطبعا السؤال المنطقي: ازاي الطيارات تتضرب وهي موجودة على أرض المطار؟ مش المفروض ان بيكون ليها دشم حماية تحميها في حالة تعرض المطار للهجوم؟ بيقول اللواء حسني مبارك ان لما سلاح الجو المصري طلب من القيادة السياسية
توفير ميزانية عشان يبنوا بيها دشم لحماية الطيارات، ردت عليهم القيادة السياسية وقالت إن مفيش ميزانية عشان نبني بيها دشم للطيارات. وعدم بناء الدشم كان السبب الرئيسي لخسارة مصر أغلب طياراتها في 67 وهي على أرض المطار. وبيأكد اللواء حسني مبارك إن مش كل الطيارات المصرية اتضربت، وإن كان في عدد كبير من الطيارات المصرية لسه سليم. والسؤال الطبيعي دلوقتي إنه بما إن في طيارات كتير لسه سليمة وما اتضربتش، ليه ما قدرتش إنها تطير وتشتبك مع العدو؟ بيجاوب اللواء حسني مبارك وبيقول إن الأخطر من ضرب المطارات المصرية هو ضرب ممرات المطارات المصرية، وده لأن بعد ضرب الممرات حتى لو في طيارات سليمة فبالتالي مش هتعرف تطير من غير ممرات تطير عليها. ده غير إن إسرائيل اخترعت نوع جديد من أنواع القنابل اسمه قنابل الممرات، واللي اتعملت مخصوص لحرب 67. وكانت القنبلة دي بتقدر تدمر جزء كبير من الممر والعمق كبير جدا ومساحات واسعة. وبيقول اللواء حسني مبارك ان دي مش شطارة من سلاح الجو الاسرائيلي، بالعكس ده كان غباء، لان لو كان سلاح الجو الاسرائيلي بالمعلومات والخرائط اللي بيمتلكها عن المنشآت والمطارات المصرية كان يقدر يستهدف اللي اخطر من الطيارات والممرات والمطارات المصرية، كان يقدر يستهدف الطيارين المصريين نفسهم، واللي لو كان قدر يستهدفهم كان الجيش المصري هيحتاج لسنين عشان يبني سلاح طيران من اول وجديد، حتى لو الطيارات والمطارات فضلت سليمة. واكبر دليل على عدم تفوق سلاح الجو الاسرائيلي على سلاح الجو المصري العمليات الجوية اللي نفذها طيارين مصريين في نفس يوم النكسة، يوم 5 يونيو والايام اللي بعدها. والبداية كانت يوم 5 يونيو بعد الهجوم الجوي الاسرائيلي على مطار فايد، يطلع الرائد طيار محمد سعيد شلش والنقيب طيار فتحي سليم على طياراتهم الميج 19، وقدروا انهم يشتبكوا مع الطيران الاسرائيلي ويرجعوا بسلام للقاعدة الجوية عشان يكملوا طلعاتهم الجوية تاني يوم 6 يونيو. ولك ان تتخيل ان 2 طيارين طالعين وسط اسراب من الطيارات الاسرائيلية وقدروا انهم يشتبكوا معاهم ويرجعوا لقاعدتهم العسكرية من غير ما حد يلمسهم. ويوم 7 يونيو 67 توصل اوامر من القيادة العامة للطيار سعيد شلش والطيار فتحي سليم بتنفيذ طلعة جوية اعتراضية لمنع سلاح الجو الإسرائيلي من عملية إسقاط مظليين في منطقة الممرات في سيناء. والمشكلة ما كانتش في الطيارات اللي فيها المظليين، المشكلة كانت في تشكيل الحماية اللي معاها، واللي كان بيتكون من 12 طيارة ميراج. ويقوم الرائد سعيد شلش والنقيب فتحي سليم بتنفيذ الأوامر ويطلعوا بطياراتهم عشان ينفذوا عملية الاعتراض. وينجح الرائد سعيد شلش في عمل مناورة ويضرب طيارة من طيارات المظليين ويوقعها، وبعدها يعمل مناورة مع طيارة ميراج ويقدر يوقعها. وينجح النقيب سعد سليم انه يوقع طيارة نقل مظليين تانية، وبعدها يعمل مناورة مع طيارة ميراج ويوقعها. ولكن للأسف وهو بيعمل عملية هبوط في مطار فايد بعد ما خلص عملية الاعتراض يستشهد بسبب حفرة من حفر الممرات اللي تسببت فيها قنابل الممرات الإسرائيلية. وده أكبر دليل على كفاءة الطيار المصري اللي قدر بأقل الإمكانيات إنه يشتبك مع أحدث الطيارات الإسرائيلية ويوقعها. وحتى لما تم استشهاده ما كانش بسبب الاشتباك مع الطيارات الإسرائيلية، كان بسبب حفرة موجودة في المطار. وده اللي أكد عليه اللواء حسني مبارك في مذكراته لما قال إن القادة الإسرائيليين غلطوا لما ركزوا على الطيارات وعلى الممرات وسابوا الطيارين المصريين. ومش بس الرائد سعيد شلش والنقيب فتحي سليم اللي قدروا ينفذوا طلعات جوية ضد العدو الإسرائيلي، فعندك مثلا الرائد طيار مدحت المليجي واللي نفذ أكتر من طلعة جوية يوم 5 يونيو نفس يوم النكسة، وكمل طلعاته الجوية يوم 6 يونيو. وده الطيار الوحيد اللي قدر ينقل مسرح العمليات لداخل إسرائيل، واللي قدر لوحده انه يخترق المجال الجوي الاسرائيلي ويضرب مطار اسرائيلي ويوقع طيارتين كانوا موجودين في المطار، وقدر انه يتفادى صواريخ الدفاع الجوي الاسرائيلي وتمكن من الهرب من الطيارات الاسرائيليه اللي طلعت عشان تعترضه لحد ما يوصل لقاعدته الجويه في مطار فايد ومن غير ما حد يكلمه. وفي يوم 8 يونيو يقوم الرائد طيار حشمت والملازم اول طيار سعد
بطياراتهم الميج 19 بالاشتباك مع سرب من الطيارات الإسرائيلية مكون من 12 طيارة ميراج، وينجح الاثنين طيارين انهم يوقعوا 4 طيارات ميراج إسرائيلية لغاية ما وقود طياراتهم خلص، فاضطروا انهم ينطوا منها بالمظلات، ويقدر الرائد حشمت انه يرجع لقاعدته العسكرية، ولكن للأسف الملازم أول سعد وقع في الأسر. ومن حسن حظه ان القوات الإسرائيلية اللي أسرته قسمت الأسرى لمجموعتين، عدموا مجموعة وسابوا المجموعة التانية ترجع عشان تحكي اللي حصل في زمايلهم، وكان الملازم أول سعد من ضمن المجموعة اللي رجعت. وأول ما رجع الملازم أول سعد ما رجعش على بيتهم، رجع على المطار بتاعه عشان يطلع على طيارته من جديد. وبيقول اللواء حسني مبارك ان النكسة ما كانتش بسبب الجندي او الطيران المصري، بدليل كل اللي حكيت لكم عليه من شوية من مذكرات الرئيس حسني مبارك، لكن النكسة كانت بسبب القيادة السياسية واللي كان عندها معلومات عن ميعاد وخطة الهجوم الإسرائيلي من الجاسوس رفعت الجمال، وبرغم كده ما نفذتش ضربة استباقية ولا حتى فكرت انها تستعد للهجوم الإسرائيلي. وكل اللي عملته القيادة السياسية انها اصدرت امر بالانسحاب وبدون ما يكون في خطة انسحاب، زي ما حكيت لكم قبل كده في حلقة نكسة 67 واللي هتلاقي فيها تفاصيل كتير عن الاسباب اللي ادت للنكسة، وهسيب لك رابط الحلقة في الوصف عشان لو حابب تشوف الحلقة. نرجع تاني لموضوعنا، فين خطة الانسحاب؟ سمك. طب فين القوات اللي هتقوم بتأمين الانسحاب؟ لبن. طب الأسلحة والمعدات التقيلة اللي معانا هنعمل فيها ايه؟ تمر هندي. عشان تكون خطة الانسحاب سمك، لبن، تمر هندي. وعشان كده حصلت فوضى في عملية الانسحاب، وقامت الطيارات الإسرائيلية بضرب الجنود المصريين وهم بينسحبوا ومفيش أي حاجة بتحميهم. وبيقول اللواء مبارك إن النكسة ما يتحملهاش القادة السياسيين لوحدهم، وده لأن الرئيس جمال عبد الناصر لما عمل اجتماع مع قادة أفرع القوات المسلحة قبل هجوم 5 يونيو 67 وكانوا بيناقشوا الهجوم الإسرائيلي، بلغوا الرئيس جمال عبد الناصر إن في حالة حدوث الهجوم الإسرائيلي فإن سلاح الجو المصري مش هيخسر أكتر من 10% من قوته العسكرية. وعشان كده كان قرار الرئيس جمال عبد الناصر إنه يتم امتصاص الضربة الجوية الإسرائيلية، وبعدها تقوم القوات الجوية المصرية بالرد على الهجوم الإسرائيلي. وهنا لازم أوضح لك إن كلام اللواء حسني مبارك متناقض تماما مع شهادة الفريق أول محمد فوزي، واللي قال إن في اجتماع الرئيس جمال عبد الناصر مع قادة القوات المسلحة الفريق صدقي محمود قائد القوات الجوية قال للرئيس جمال عبد الناصر بالنص: احنا لو خدنا الضربة الجوية هنتكسح يا ريس. وتاني مرة هقول لك ارجع لحلقة نكسة 67 واللي هتفيدك كتير انك تعرف جزء كبير من تاريخ مصر في الوقت ده. ونرجع تاني للواء حسني مبارك واللي بيأكد ان الاتحاد السوفيتي طلب من الرئيس جمال عبد الناصر ان ما تكونش مصر هي اللي تبدأ بالحرب، وده بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر بإغلاق المضايق. وده اللي خلى إسرائيل تعمل حملة دبلوماسية كبيرة ضد مصر في المجتمع الدولي، ويسافر وزير الخارجية الإسرائيلي للرئيس الأمريكي ويبلغه إن إسرائيل ما عندهاش أي نوايا للحرب مع مصر، وكل اللي بتطلبه إسرائيل إن الرئيس جمال عبد الناصر يرجع يفتح المضايق من تاني. وده اللي بلغه الرئيس الأمريكي للاتحاد السوفيتي، ويبعت الاتحاد السوفيتي رسالة للرئيس جمال عبد الناصر عن طريق سفيره في القاهرة، واللي بيروح يصحي الرئيس جمال عبد الناصر الساعة 3 بعد منتصف الليل عشان يبلغه بالرسالة. وده كان من ضمن الأسباب اللي خلت الرئيس جمال عبد الناصر يأجل الهجوم على إسرائيل، وإن حتى لو إسرائيل هجمت هنتحمل الخسائر 10% اللي قال عليهم قادة الجيش المصري، وبعد كده نرد الهجوم ب90% اللي فاضلين. لكن في 5 يونيو 67 يتفاجئ العالم العربي كله بالضربة الجوية الإسرائيلية على مصر وسوريا والأردن، واللي قدرت تدمر أكتر من 80% من قدرة سلاح الجو المصري. وده كان الجزء الأول من مذكرات الرئيس مبارك وشهادته عن فترة النكسة، وهنتكلم مع حضراتكم في الجزء الثاني عن مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر وإزاي قدر المصريين إنهم يحولوا الهزيمة لنصر. عاشت مصر حرة مستقلة، وتحيا مصر.